شو هي أبرز العقوبات على سوريا؟ تعالوا خليني أشرح عنها. بأواخر السبعينيات حافظ أسد بيتدخل بلبنان وبيدعم أطراف مسلحة، والكونغرس بيصنف سوريا على لائحة دول داعمة للإرهاب. 2003 الكونغرس بيحط حزمة عقوبات جديدة على سوريا تحت مسمى قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان، وذلك بسبب وجود عسكري سوري في لبنان. هالشيء عمل قيود على المساعدات، تصدير السلاح والوصول للنظام المالي العالمي. وهلا امشي بسرعة معي ل 2011. نتيجة استعمال العنف ضد الشعب تتكدس العقوبات البريطانية والأوروبية والأمريكية على الحكومة. عقوبات تستهدف المصرف الحكومي، قطاع الطاقة، والشركات المتحالفة مع الدولة، لتصبح سوريا واحدة من أكثر الدول خضوعا للعقوبات الاقتصادية. والعقوبات التشريعية تمتد لاحقا لتشمل قانون قيصر بعام 2019، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأوروبي بخصوص تجميد الأصول، حظر النفط، قيود على التصدير، عقوبات على القطاع المصرفي، بالإضافة كمان لعقوبات مشابهة من بريطانيا بعد بريكس. تخيل معي الآن هاي الجهات الكبرى مراقبة أي تعامل مع سوريا: قوائم أوفاك بواشنطن، إجراءات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، OFSI بلندن، والبنوك حول العالم كلها صارت تعتبر أي تحويل مادي مع سوريا على أنه خطر عالي المستوى. الريل القادم رح نحكي عن أنواع العقوبات، أما موضوعنا اليوم كان